الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في القناة. بهذه الشروط احصل على تأشيرة السياحة السعودية. تأشيرة السياحة السعودية، لو كنت من راغبي زيارة المملكة العربية السعودية، حابب تعمل عمرة، حابب تعمل زيارة الأماكن المقدسة، في شروط لتأشيرة السياحة السعودية. ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عام على الأقل، أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر عند دخول أراضي المملكة العربية السعودية. في حالة الرغبة في تمديد فترة الإقامة، عليك دفع رسوم إضافية تبلغ 100 ريال سعودي عن كل يوم. يعني أنت الفترة اللي أنت قعدتها عايز تقعد أكتر بتدفع 100 ريال. الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد في حالة رفض طلب التأشيرة. يجب تقديم عدد من المستندات، والتي تشمل على حجز مكان الإقامة، تذكرة الذهاب والعودة، بيانات شخصية كاملة ومفصلة بما فيها عنوان المنزل، تقديم كشف حساب بنكي لإثبات القدرة المالية، كشف خط سير الرحلة الجوية. أسعار تأشيرة السياحة السعودية تختلف أسعار تأشيرة السياحة تبعا لاختلاف المدة وفترة الإقامة، حيث تنقسم أنواع التأشيرات إلى نوعين: تأشيرة الدخول لمرة واحدة وصلاحيتها 3 أشهر ومدة إقامتها شهر واحد. تأشيرة الدخول متعددة صلاحيتها 1 سنة ومدة إقامتها 3 أشهر. ده بالنسبة لي اللي عايزين يروحوا سياحة للسعودية. طبعا السياحة بتبقى حج وعمرة زائد أي حاجة تانية زيارات، لكن لا عمرة وزيارات، لكن حج لا، بس عمرة. وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.